السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة البطة بتاعتك تبقى قد الخروف حرفيا كده ومن غير مبالغة. يبقى تسمعي الفيديو بتاع النهاردة لأنه مهم جدا جدا، معلومات هايلة جدا جدا علشان زيادة وزن البط وازاي نخلي وزن البط أعلى مما تتخيلي. بمعلقة واحدة من مطبخك هتفرق جدا جدا مع البط بتاعنا. طبعًا المعلقة دي ممكن تستخدميها غلط فتسبب مشاكل، فتسبب إسهالات وتخلّي البط يعيا ويمرض، وممكن تستخدميها صح زي ما أنا ما هاقول كده، فيا ريت تركّزوا معايا، فهتوصّل معاكِ البط لأعلى الأوزان وبمنتهى السهولة، وبدايل علف مش بعلف صافي. أنتم عارفين بنأكّل البط طول النهار بدايل علف، وبالليل بأكّله علف صافي. لحد ما يبقى مثلًا عنده عُمر 10، 15 يوم، هابدأ إن أنا أحُط مع العلف بتاع بالليل ده عيش مدشوش، يعني عيش مندشه في المدشة ونحطه مع العلف، ده بيفرق جدًا، جدًا في وزن البط. وطبعًا بالنهار البط ما دام كمّل 7 أيام أو 8 أيام، هابدأ إن أنا أحُط أكل بيت عادي، بس ما يكونش معفّن، ما يكونش حمضان، ما يكونش فيه دهون بزيادة، علشان ما يعملش مرارة للبط. يعني البط يكبر معاكِ تلاقي المرارة بتاعته كبيرة بسرعة وممكن يفرفر منِّك. فلو في دهون نشيلها نرميها ونأكّل البط أي بواقي أكل بيت من عمر أسبوع عادي، ما فيش أي مشكلة خالص، عادي يعني. شوية رز فايضين، شوية مكرونة فايضين، مع شوية عيش من اللي إحنا بنعمله دوّة، العيش المبلول، أو لو عيش مفروك كده على إيديكِ وتحطيه للبط، ما شاء الله. في ناس بقى بتحب تحط السرس لو عندها سرس اللي هو قشر الرز، في ناس عندها كسر فول، الحاجات دي كلها جميلة جدًا. السرس نقدر نحطه من عمر أسبوع برضه. كسر الفول ممكن لو ناعم ما فيش مشكلة نعوّدهم عليه، بس مش هيبقى يعني هيأثّر معاكِ شوية في الوزن. الأفضل إن أنتِ تستني لحد عمر 15 يوم بالنسبة لكسر الفول. بعد كده أمّا يكبروا شوية بابدأ إن أنا أضيف إضافات بقى على العلف. تابعوا معايا إن شاء الله هاقول لكم بنعمل إيه الإضافات. البط النهارده المعلقة اللي أنا عايزة أقول لِك عليها معلقة الخميرة. طيب أستخدمها إزاي وأنهي نوع خميرة حلو؟ أفضل حاجة للخميرة، طبعًا في خميرة بيطرية وفي خميرة اللي هي البشرية عند الراجل في الصيدلية البشري، وفي خميرة اللي هي بتاعة الأفران، وفي خميرة فورية اللي في أكياس. أحسن حاجة الخميرة الفورية لإن هي جافة، ما بتعفنش بسرعة، بتتحمل كويس قدام البط وبتديكي نتيجة هايلة، وانا جربتها كتير ما شاء الله جميلة جدا. بنعمل ايه بقى؟ كيس الخميرة بنقسمه على مرتين والبط لسه صغير، يعني بداية ما نحط معلقة صغيرة على الكيلو العلف او على الاكل، يعني ان كان هنحط اكل او هنحط علف. طب ايه الخطأ اللي ممكن نستخدمه في الخميرة ويخلي البط يعمل اسهال ويبقى وزنه يقل زي ما قلنا في الاول؟ ان انا استخدم كميات كبيرة من الخميرة. لا، انا استخدم كمية صغيرة مع البط، وكل ما يكبر ازود، كل ما يكبر ابقى ازود الكمية، لكن وهو صغير ابدأ بكمية صغيرة. الخميرة تتحط مرتين بس في الاسبوع، يعني يومين ورا بعض في الاسبوع فقط لا غير. كمان الخميرة ما تتحطش فترات طويلة قدام البط، لان برضو هتعفن وهتعمل مشاكل وهتعمل بكتيريا. الخميرة كبيرة هتتحط ساعة، ساعة ونص، ساعتين اقصى حاجة في الحر اللي احنا فيه ده، علشان ما تتغيرش، تفضل زي ما هي فريش وجميلة، والبط يستفيد بيها. الخميرة مليانة فوائد ومليانة معادن ومليانة حاجات جميلة جدا، وفيها السيلينيوم من أهم الحاجات للبط. لو انت التزمتي بالخميرة كل أسبوع كل أسبوع، لما البط يكبر شوية هتلاقيه جاله كساح. اه والله العظيم. ليه؟ لأن الخميرة بتمسح الكالسيوم من جسم الطيور. لازم بعد الخميرة يومين خميرة، حطيت يومين خميرة لازم تحط يومين كالسيمات. كالسيمات بشري، هي اسمها كده، علبة اسمها كالسيمات بشري. انا بجيب لك ارخص حاجة ممكن تستخدميها، او الافضل بقى والاعلى واللي فعلا بيخلي البط معاكي خروف حقيقي، لانه هيكبر عظم الصدر ويكبر العظم بتاع جسم البط ويخليه يستوعب اكل اكتر ويفتح الشهية اكتر ويظبط كل حاجة عند البط ما شاء الله. وكمان بديل الشمس اللي اتكلمنا عنه قبل كده هو دي 3 اف. دي 3 اف العلبة رخيصة جدا، الشريط تقريبا كان ب7، مش عارفة دلوقتي بقى ب10 ولا ب12، برضو مش غالي. هنطحن قرص على 3 لتر مية ونقدمه لمدة يومين، يبقى احنا كده ضربنا 500 عصفور بحجر واحد. عملنا بديل شمس وظبطنا العظم بتاع البط، وكمان حجم البط زاد، وفي نفس الوقت ادينا خميرة فاتحة للشهية. طب الخميرة بقى اعملها ازاي؟ يعني احطها مع ايه؟
احلى اجمل وصفة الخميرة لزيادة الوزن في البط ان انا بجيب معلقة صغيرة من الخميرة، معاها معلقة كبيرة من الزبادي، معاها معلقة كبيرة من العسل، وبقلبهم كويس جدا مع بعض، واحطهم يا اما على الاكل او على المية، مش هتفرق. بس في ناس بتحبها على المية عشان بتجيب نتيجة اسرع، في ناس تخاف انها في المية. الاحسن بقى ان انا احطها على المية، بس ما احطهاش على كميات كبيرة، احطها على لتر واحد بس من المية، بحيث البط ينسفها وانا واقفه، واكون معطشه البط شويه قبل ما احطها ليه. ده هيفرق جدا 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 في فتح شهيه البط، في زياده الوزن، في كل حاجه، حتى في ريش البط. بالنسبه بقى لموضوع الناس اللي بتقول ان البط بيعض بعضه وكده، ال ال التهجينات اللي حاصله في البط دي بتخلي البط كله يطلع يعض بعضه. بط المسكوفي، البط المولر، اي نوع بط من المهجن ده كله بينقر في بعضه. وانا حصلت عندي هنا وهم صغيرين خالص، بداية ما جبت الاتنين اللي هم الفرنساوي دول بدأوا يعضوا فيهم، رحت جايبة اللي بيعضوا دول ورحت قصة منقارهم، بقص الجزء الفوق بس، الجزء اللي فوق فقط من المنقار، مش يعني اللي هو المنقار بيبقى جزء فوق وجزء تحت، بقص الجزء اللي فوق مقدار ضافر، تمام، وبس. ما بعملش بقى بكويش ولا بعمل اي حاجه، هو انا بقص بالمقص بيجيب دم شويه وبعد كده بيقف، مفيش مشكله. مادام تقصي حته صغيره قد الضفر كده مش هيحصل حاجه. انما لو جرتي قوي وقصيتي حته كبيره فده ممكن يعمل مشاكل، وتقعدي بقى تحتاجي تكوي ومش عارف ايه. طب انا عملت كده برضو، بيعض تاني اقص تاني، بس بعد اسبوع كده ولا حاجه ارجع اقص تاني حته صغنطوطه بقى قوي، بحيث ان هي توجعه، بس طول ما هو بقه موجوع مش هيقدر يروح يعض. موضوع الافتراس ده عبارة عن سلوك خاطئ الطيور بتتعود عليه، ولا له علاقة بالصدف ولا الكالسيوم، ولا له علاقة بالحاجات الغريبة اللي الناس بتقعد تقولك حطيها واعمليها، ولا الكلام ده كله. هو له علاقة بحاجتين اتنين، هو سلوك خاطئ او الديدان، ان الفراخ البط بيكون مش متغذي كويس، الديدان بتكون واكلة الاكل بتاعه، فلو حصل بدري فده ملوش دعوة بالديدان، يبقى هو سلوك خاطئ. لو حصل بعد عمر شهر فده له علاقة بالديدان، فبحط شربة ديدان. وطبعا كده كده احنا بنحط شربة الديدان لان مشاكل الديدان كتيرة جدا جدا، فاحنا بنحترم نفسنا وبنحطها بس لما يكملوا شهر. حصلوا بيعضوا قبل شهر يبقى ده سلوك، بنقوم السلوك ده بايه؟ انت لما بتقصي بق البط بيبقى متعور، فما بيقدرش يمد بوزه على اي حاجة غير يدوب بياكل بالعافية، يقعد يومين تلاتة اربعة خمسة على كده، فبيكون نسي فكرة الايه النهش او ان هو يعض في غيره. اما والكلام ده يديكي نتيجة سريعة لو عملتيه بسرعة، لو عملتيه بمجرد ما تشوفي الظاهرة دي في اول لحظة. اما لو اتأخرتي فبيبقى صعب برضو العلاج بتاعه وبياخد وقت معاكي، تحتاجي تقصي مرة واتنين على بال ما ينسى موضوع العض ده. فاهم حاجة، اول ما اشوفهم بيعضوا ابدأ ان انا اقص على طول، مفيش مشكلة.